بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يطيب لي أن أعلن لكم اليوم من مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن رغبة ملحة تخامرني منذ إن شاء الله أن أتسلم زمام الحكم في وطني العزيز باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. الله أكبر الله أكبر. يتبوأ المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وتاريخهم. ولنرجع إلى يوميات التاريخ ونحاول تلمس بدايات تكون المدينة المنورة التي مرت بمراحل بسيطة في تطورها إلى أن جاء بناء المسجد النبوي الشريف كما في هذه المقاربة لتصبح المدينة المنورة مركز قيادة المسلمين وإدارة شؤونهم بما يضمن سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. في السنة الأولى للهجرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده الشريف وسقف بجريد النخل، ثم تمت توسعته في السنة السابعة للهجرة فصار المسجد مربع الشكل طول ضلعه 100 ذراع تقريبا، ويضم مصلاه ومنبره والروضة الشريفة. وتتابع اهتمام الخلفاء وولاة أمور المسلمين بتوسعة المسجد النبوي الشريف، وتلاهم السلاطين والملوك المسلمون، فأضيفت المآذن والقباب وذهبت الجدران والأسطوانات والأبواب بشكل يظهر فن العمارة الإسلامية الرائعة. مع نهايات الفترة العثمانية توجت بتوسعة الخليفة العثماني السلطان عبد المجيد، والتي بلغت 1293 مترا مربعا، وقد تم الانتهاء منها سنة 1277 للهجرة، حيث اعتمدت القباب لسقف المسجد بدلا من الأخشاب. مرت 90 عاما تقريبا على توسعة الخليفة العثماني عبد المجيد، ثم بايع المسلمون الإمام الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فأولى الحرمين الشريفين اهتماما متواصلا، وأمر بالتوسعة السعودية الأولى سنة 1372 هجرية، فتم شراء الدور المحيطة بالمسجد ثم هدمت وسويت بالأرض. ووصلت التوسعة السعودية الأولى بتوسعة السلطان عبد المجيد بشكل معماري فني رائع، وبلغت مساحة التوسعة التي تمت في 1375 للهجرة 6024 مترا مربعا، فقاربت مساحة المسجد بكل توسعاته ما يزيد عن 16327 مترا مربعا. ومع بداية عصر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، سار على خطى والده المؤسس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله في العناية بالحرمين الشريفين، وخلال 20 عاما من التطور والإنجاز الهائل في شتى أنشطة الحياة، فكان الحرمان الشريفان من أولى اهتماماته حفظه الله. وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حجر الأساس لتوسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يوم الجمعة في 9 من شهر صفر سنة 1405 للهجرة، لتشهد المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أكبر توسعة في تاريخه على مر العصور.
وبدأت أعمال هدم الأبنية المحيطة بالمسجد بعد أن تم تعويض أصحابها. انطلقت أعمال بناء التوسعة الكبرى على مساحة 82 ألف متر مربع لتفوق ما سبقها من توسعات هندسة وسعة وقوة وزخرفة، مع استدراك كافة المتطلبات بتسخير أحدث منجزات الصناعة والفنون المعمارية كالقباب المتحركة التي تستعمل لأول مرة، والمظلات العملاقة الفريدة المبتكرة، والسلالم الكهربائية بين الأدوار التي تسهل حركة مئات الألوف من الأفراد، والأروقة التي تضم آلافا من الأعمدة، والمآذن الشاهقة هي الأعلى في الحضارة الإسلامية، والساحات الفسيحة هي الأوسع تاريخيا المكسية برخام عاكس للحرارة، وخدمات الصيانة والترميم المستمر والدائم والتي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومقومات أخرى تجعل من المسجد النبوي الشريف علامة بارزة على وجه الأرض. وهب خادم الحرمين الشريفين نفسه وما له لخدمة الحرمين الشريفين، رعاية الحجاج والزوار والمعتمرين. ومن منطلق المحافظة على البيئة الروحية الدينية، وجه حفظه الله اعتماد التصاميم الملائمة مع عمارة المسجد النبوي ذات الروح الإسلامية، وأن يتم تنفيذ أعمال التوسعة مع استمرار العبادات والمناسك فيه دون أن تتأثر بالإنشاءات الجارية. الله أكبر الله أكبر. اعتمدت أساسات توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف على 8500 وتد فولاذي بأعماق تتراوح ما بين 30 و50 مترا تحت الأرض، ويبلغ طول الأوتاد مجتمعة ما يقرب من 30 كيلو مترا، واستخدم في الأساسات ما يقرب من 100 ألف متر مكعب من الإسمنت المسلح. وقد ربطت الأوتاد الفولاذية بحديد الأعمدة والمنارات والقواعد التي بلغ عددها 1877 قاعدة قوامها 70 ألف متر مكعب من الإسمنت المسلح. بلغت مساحة مبنى توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي 82 ألف متر مربع، وهذه المساحة تؤمن مصلى ل170 ألف مصل تقريبا، وتمت الاستفادة من السطح كمصلى على مساحة قدرها 67 ألف متر مربع تتسع ل90 ألفا. وشملت التوسعة إعداد وتجهيز الساحات المحيطة بالمسجد، ومساحتها 235 ألف متر مربع. وقد أصبحت المساحة الإجمالية للدور الأرضي للمسجد النبوي الشريف بعد التوسعة 98,500 متر مربع، أي أن التوسعة ضاعفت من مساحة المسجد النبوي 5 مرات، وبذلك أصبح المصلى جاهزا لاستيعاب ما يقرب من 1,000,000 مصل في شهر رمضان المبارك وموسم الحج. تتألف توسعة خادم الحرمين الشريفين من أروقة تضم أكثر من 2100 عمود تعلوها أقواس روعي في تصميمها وتنفيذها متطلبات التوحد والانسجام مع التوسعة السعودية الأولى. ينقسم سقف التوسعة إلى 95 وحدة مغطاة بمجموعها، ما عدا 27 خصصت للقباب المتحركة. أضافت توسعة خادم الحرمين الشريفين 6 مآذن لمآذن المسجد النبوي الشريف بارتفاع 104 أمتار. توجد 4 مآذن منها على أركان التوسعة ال4، ومئذنتان على مدخل الملك فهد بن عبد العزيز من الناحية الشمالية. وتعلو المآذن أهلة مذهبة يزن الواحد منها 4 أطنان، فأصبح عددها 10 مآذن
تلون أفق المدينة المنورة بروحانية مشبعة بالتسامي وجماليات مميزة. يضم مبنى توسعة خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف 7 مداخل رئيسية في الجهات الشرقية والشمالية والغربية، ولكل مدخل 5 بوابات متجاورة، بالإضافة إلى بوابتين جانبيتين. وهنالك مدخلان رئيسيان في الجهة الجنوبية للتوسعة، يضم كل واحد منهما 3 بوابات متجاورة، بالإضافة إلى 4 بوابات جانبية. كما تضم التوسعة 10 بوابات لمداخل ومخارج السلالم الكهربائية المتحركة لخدمة سطح التوسعة، إضافة إلى 18 سلما داخليا. وفي الناحية الشمالية توجد 7 قباب ومئذنتان فوق مدخل الملك فهد بن عبد العزيز، ليأتي متميزا ومعبرا عن وشائج العمارة والزخرفة الإسلامية الرائعة. تعلو توسعة خادم الحرمين الشريفين 27 قبة متحركة تزن كل واحدة منها 80 طنا، وترتفع 3 أمتار ونصف عن سطح التوسعة، وأكثر من 16 مترا عن سطح الأرض. وقطر كل قبة 14 مترا و3/4 المتر، وقد استخدم 40 طنا من الحديد في كل قبة. ويتم فتح وإغلاق القباب آليا للاستفادة من التهوية الطبيعية في الظروف المناسبة. الله أكبر الله أكبر لا تابع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بنفسه وميدانيا كافة الخطوات التصميمية والإنشائية والتنفيذية، فقدم كافة التسهيلات لكل ما اعترض هذا المشروع العملاق من صعوبات ومعوقات. كما أولى حفظه الله اهتماما كبيرا بخدمة وراحة زوار المسجد النبوي الشريف، فتم إنشاء 12 مظلة لوقاية المصلين من حر الشمس في حصوتي التوسعة الأولى كمثال نادر، ويتم فتحها وإغلاقها آليا رغم سعة مساحتها. كما روعي في صناعتها متطلبات الإنارة والتهوية والتبريد. وتبلغ مساحة كل مظلة 306 أمتار، وتصنع المظلة من نسيج التeflon المقاوم للحريق وللأشعة فوق البنفسجية. تتألف مباني خدمات توسعة خادم الحرمين الشريفين من 15 مبنى، ويتألف كل واحد منها من 4 طوابق. وفي هذه المباني 6214 نقطة وضوء و2432 دورة مياه و116 سلما كهربائيا متحركا تتوزع على 30 موقعا، بالإضافة إلى 30 سلما ثابتا. تتضمن التوسعة 27 مبنى للخدمات الخاصة، من المراكز الصحية، العيادات الطبية، مراكز التحكم، مراكز إصلاح الآليات، مركز إطفاء الحريق، وغرفة العمليات الأمنية. اشتملت توسعة خادم الحرمين الشريفين على محطة خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية الاحتياطية، تعمل فيها 5 محركات لتغذية التوسعة، ومحرك لتغذية مواقف السيارات، ثم أضيف محركان لتصل الطاقة الكهربائية بمجموعها إلى ما يكفي إنارة مدينة بكاملها. أشهد أن محمدًا رسول الله. يعتمد تكييف المسجد النبوي الشريف على 6 وحدات تبريد تعمل بمحركات كهربائية
قوة الواحد منها 7000 حصان، وفيها أضخم مكثف لتبريد الماء في العالم، وتضخ محطة التبريد 17,000 جالون ماء مبرد في كل دقيقة. وتبدأ رحلة الماء المبرد من محطة التبريد التي تبعد عن المسجد النبوي حوالي 7 كيلومترات ذهابا وإيابا في أقنية خاصة موجودة بنفق الخدمات. ويمكن أن نتلمس هنا آلية العمل المتطور لطريقة تكييف متفرد من نوعه في العالم، يتم من خلالها تنقية الهواء وتبريده ونشره عبر فتحات موجودة في قواعد الأعمدة لتعم الأجواء اللطيفة الباردة كامل أجزاء المسجد النبوي الشريف. يتم نقل ماء زمزم من محطة التعبئة المركزية في مكة المكرمة إلى محطة التبريد المركزية بالمدينة المنورة، ويستمر نقل ماء زمزم بصهاريج مثبتة على سيارات طوال أيام السنة. يبلغ عدد حافظات المياه الموزعة في أنحاء المسجد النبوي 7000 حافظة يقوم بتزويدها بماء زمزم بشكل مستمر أكثر من 200 عامل، ويتضاعف عددهم في موسم الحج ورمضان المبارك. تفرش أرض المسجد النبوي ب10,000 سجادة، ويقوم بتنظيف الأثاث 800 عامل وعاملة بشكل دائم، وتقوم بالإشراف عليها إدارة الفرش والأثاث إحدى إدارات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. إضافة إلى كل ما تقدم، ساهمت التوسعة في أحدث نهضة عمرانية شاملة في المدينة المنورة، وإنشاء شبكة طرق حديثة وجسور وأنفاق سهلت حركة التنقل من وإلى المسجد النبوي الشريف. اعتمدت في توسعة خادم الحرمين الشريفين أحدث الفنون المعمارية والزخرفية الإسلامية، مما ضمن تحقيق التجانس والتناسق بين قديم المسجد النبوي وجديده. وتناسبت الأبواب والبوابات والنوافذ والأعمدة والعقود والسقوف بشكل يتوائم مع الذوق وأصالة الفن الإسلامي الرفيع. استمرت الرعاية السامية الكريمة للمسجد النبوي الشريف من خلال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التي تنفذ التوجيهات السامية وتقوم بأعمال الإشراف والمراقبة والصيانة والتطوير. إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بمتابعة كل مستجد وتقديم الحلول الناجعة لتهيئة كافة السبل لراحة زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ابتغاء لمرضاة الله عز وجل ثم أولي الأمر. وبالرعاية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله منذ بدء المشروع وحتى الانتهاء من وضع آخر لبنة لأكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي سنة 1414 للهجرة، كانت تحقيقا لحلمه ليكون هذا الصرح العملاق في أبهى حلة لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أشكر رب العزة والجلال اللي من علي وقدر أن أقوم بهذا الواجب العظيم للإسلام والمسلمين، وأرجو من الله سبحانه وتعالى الجزاء، وأرجو إن شاء الله أن يسر الله على هذه البلد وشعبها وتجعلها وتكون دائما قدوة للإسلام والمسلمين. الله أكبر.